كيف ترى حظوظ فريقك المفضل الترجي الرياضي التونسي المقبل على مشاركة عالمية بالإضافة لاستحقاقات أخرى محليا وقاريا؟ احنا ساعة الحاجة نحب نهني الترجي الرياضي التونسي ككل، لاعبين، مسؤولين، أحباء، بالفوز في 33 من البطولة التونسية. هذا رقم يحترم جدا ورقم عالي. الترجي التونسي بطل تونس، نهائي كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم، رابطة بتاع الأفريقية. إذن الترجي التونسي عنده متقدم شوية توا في العطاء نتاعو، لازم يتحسن أكثر، لازم شوية انتدابات أكثر باش نجموا الأماكن اللي فيهم نوعا ما من الخلل يتصلحوا، باش نجموا ندخل الموسم فيه 3 بطولات يعني كبار عالمية. فأعتقد اللي حمدي المدب في الوقت اللي نعلم أنا شخصيا اللي قاعد حط الباكو وقاعد يشاور ويسأل ويتصل، الانتدابات باش تكون إن شاء الله انتدابات محترمة لازم تعطي الإضافة للتونس كما الانتدابات اللي صارت السنة مش كلها، بعض الانتدابات، زوج الانتدابات عطاو الإضافة، الدول البنزينية عطاو الإضافة كبيرة للترجي التونسي. والوسط الميدان الكونغولي كيف ان شاء الله. انا متاكد اللي حمدي المدب هذا 18 سنه نتاعو عنده 70 بطوله، 70 انجاز، يحب يحسن العام الجاي 3 4 انجازات اخرين باش يحطم الارقام القياسيه كل تاع رؤساء الانديه التونسيه كلها. الترجي التونسي يعني عنده امكانيات، عنده رجال، لكن هنا نحبش نظلم الناس، نحب نعطي حق الناس. صحيح الترجي التونسي دوله، الترجي التونسي حمدي المدب وإدارة كاملة معاه، لكن معاه شخصين لابد الواحد يتكلم عليهم، لابد يقول فيهم كلمة خير، كلمة حق مش كلمة خير. اللي هما شكون جزء الأسماء ذوما؟ رياض بنور اللي خدم مع سليم شمول من 18 سنة تو عنده، وهاشمي الجيراني اللي هو مسؤول من الأوائل في الفريق الأول بتاع الترجي. هذوما ناس يعني يقدموا إضافة تحت في المكتب، مش في العالم، لكن يخدموا في خدمة ناس. حمدي رياض بنور عامة اللي ما كانش موجود في الترجي 2014 2015 الترجي ما حتى شيء ما نجح. وقت خرج وقت حبوا خرجوه الناس المنظر اللي تو يحبوا يعملوا لنا كارثة أخرى ومشاكل أخرى على رياض بنور. 2 في المقابلة الأخيرة بتاع سان داونز، وقت وقفت المقابلة بتاع الشام صبت الشام، تعرفوا الحكم مش حاب يعمل، الحكم حاب يأجل المقابلة الغدوة، لكن الحمد لله كان رياض بنور موجود.